تريزيجيه ضيع الاهلي في كاس العالم للانديه، وقبل ما تزعل اسمعني للاخر. لعيبه كتير في البطوله كانت على قد المسؤوليه زي محمد علي بن رمضان واحمد رمضان بيكم اللي كان عليه خلاف كتير قبل ما يجي الاهلي، لكن قدم مستوى كويس. وزيزو برغم بعده عن المشاركه لفتره كبيره لكنه كان من العناصر المؤثره جدا مع الاهلي. يعني اتسبب في ضربه جزاء قدام انتر ميامي، والنهارده كررها قدام بورتو واتسبب في ضربه جزاء وكان الاعلى تقييم بعد وسام ابو علي. وبالمناسبه وسام ابو علي ما فيش اي مجال للتفكير انك تفرط فيه لاي سبب من الاسباب، لكن لو انت دلوقتي الاداره وجالك عرض كبير جدا لوسام ابو علي هتوافق على رحيله ولا لا؟ المهم ان تريزيجيه كان الصفقه الوحيده اللي عليها طموح كبير جدا من لعيبه الاهلي، باعتبار انه راجع من رحله احتراف سنين وانه ابن من ابناء النادي وانه المفروض يبقى على قد المسؤوليه. لكن للاسف اللي ظهر عكس كده. تريزيجيه في الثلاث ماتشات كان عايز يبقى هو نجم الشباك، بدايه من ضربه جزاء انتر ميامي لحد ماتش بورتو اللي هو مصمم انه يلعب لنفسه وما بيلعبش لزمايله. لكن ده ما يمنعش ان في لعيبه تانية كانت اسوأ من تريزيجيه زي محمد هاني والشحات وقفشه، لكن دول لعيبه الناس ما كانتش مستنيه منهم حاجه زي تريزيجيه. فرايك تريزيجيه هيقدر يثبت عكس الكلام ده في الموسم الجديد مع الاهلي؟ ويا ترى مين بالنسبه لك كان احسن لاعب في مشوار الاهلي في كاس العالم للانديه؟